الشاهد ان احمد كان بيقولوا ان الناس ما بتشاركش، الناس ما بتشاركش، واللي الناس الناجحه اللي بيشاركوا قدر دي بقى. يعني انا عايزك برضو يبقى عندك عقلية ان انت لما حد يشاركك حاجة وتحس بصدق في ايه، هتعرف منين انه صادق ولا كذاب؟ من حاجتين. اولا طريقته هتبقى باينه، دي حاجه. حدسك يعني بيقول لك. الناس اللي حواليه، مين اللي حواليه؟ نصابين؟ لو اللي حواليه كلهم نصابين وكلهم يعني كده يعني بيتكلموا بنفس الطريقه وكلهم بيعملوا نفس الحاجه اللي هو بيعملها، اعرف ان الشخص ده ما تجنبه. انما لو اللي حواليه تلاقيهم ناس كويسه وكلهم بيشكروا فيه، اعرف ان الشخص ده يعني هي حقيقي وعنده حاجه، والحاجه دي اكبر من اللي هو كمان ظاهرها لك، اكبر من اللي هو بيشاركه معاك. هو بس يعني بيشارك اللي يقدر يشارك. عشان بس برضو في ناس في تون دايما كان انا تعرضت للنقد ده كتير، ان ده عشان المشاهدات. عشان المشاهدات ده رقم واحد، حلو عشان المشاهدات، مش هقول لك لا، بس ده اللي عارف الايس بريدج، جبل التلج، ايسبرج ده، جبل التلج ده الظاهر اللي تحت اكتر بكتير، فاهم؟ فده كل الناس الناجحه لو شارك معاك حاجه، فاعرف ان هو في تحت كتير، فانت محتاج تقعد وتتعلم منه. حتى لو الناس مش بتشارك، في مواقع زي اب وورك بتقدم فكره ان انت تخش تشوف الراجل ده عمل كام ديل وعمله بقد ايه. بالظبط.